واقفة عنده الحقيقة اه بالكلام، لأنه وراس ردود الافعى. الأفعال في الميديا العبرية ومتحدثة جيش الدفاع الإسرائيلي كابتن أيلا كان لها فيديو واضح بيتكلم عن المسلسل. حضرتك مم. شفت ده إزاي؟ زي ما عملوا زمان قوي مم. في نهاية الثمانينيات لما مصر قدمت رأفت الهجان. مم. أول ما قدمنا رأفت الهجان هم عملوا إيه؟ راحوا مطلعين أوراق رسمية تكذب ال- الدراما اللي آه اتقدم في الدراما. الشخصية. اه. كويس، لأنه عارفين أولا إنها حقيقة، مم. وعارف ولأنها حقيقة هتبقى مصدقة وهتوصل رسالة قد إيه العقلية المصرية، رجال المخابرات المصريين قدروا يقتحموا إسرائيل ويضحكوا عليها. هي المشكلة عندهم الراجل ده عاش معاهم كل هذه العقود من السنوات من الخديعة، لغاية الخديعة اللي ما كانوا مات، فيها. وهو بيعتبروه يهودي مم. لغاية يوم الدفنة. مم. كويس، لأنه كان حصيف إنه حتى مراته ما تعرفش أي حاجة. يعني هي فوجئت بالظبط. بإنه مسلم وإنه له اسم آخر وهكذا. فالخوف الإسرائيلي هو السبب. برضو تجدد مرة أخرى. بصي أصحاب الأرض إحنا قضية عادلة جدا، وقضية عادلة العالم كله انتفض. مم. يعني انتفض عشان غزة. اه. في حسابات للدول أحيانا، حسابات رسمية، مم. لكن الوجدان الابداع او الفن و- عموما ما عندوش آه، يعني ما عندوش سقف. ووجدان الشعوب. أنا مم. بتكلم على الشعوب الأوروبية. يعني ممكن الدول الأوروبية تبقى منحازة لإسرائيل لأسباب معروفة، لأن هي في النهاية بيحكمها مصالح سياسية. طبعا. إنما وجدان الشعوب لا، مم. والمثقفين. فأصبحت غزة إنك أنت إذا وقفت على الحياد فأنت خائن. يعني في ناس يقول لك يعني أنا مش عايز يبقى في حرب، ما في بيقولش بقى قضايا، من القاتل من، في قضايا وهكذا. الحياة فيها بيكون ده خيانة صحيح. واضحة اكيد. فبالتالي القضية اتقدمت بشكل جيد، ممتع على مستوى الموسيقى. مم. أمين بوحفة رائع على مستوى التصوير، حسين عصر المخرج، بيتر ميمي، مم. الممثلين بقى إياد ومنى ومنة شلبي. مم. وكامل الباشا و... وآدم بكري ابن محمد بكري اللي مم. مات قريب. ده بكري ده واحد من أهم أعمدة التمثيل في فلسطين. مم. وولاده كلهم توريث حقيقي وشرعي، كلهم ثلاثة أربعة منهم ممثلين مهمين. هنا يمكن بنتكلم عن القوة الناعمة للفن، انه الفن ممكن يخلي دولة او كيان مغتصب يشعر بالخوف والقلق لمجرد عرض مسلسل بيسرد وبيلقي الضوء على الأحداث اللي كانت حاصلة. فتخيل قد إيه الفن ممكن يكون صوته أو ممكن يكون عنده القدرة. كتير من السياسيين أو القرارات السياسية ما تقدرش إنها تعمل ده. بصي احنا مشكلتنا ان احنا عندنا قضية عادلة، هي قضية فلسطين طب. بنقدمها للعالم كله، ولكن ما عمرنا ما قدمنا. واكتوبر، سنة اكتوبر ما عرفناش نقدم الحاجات دي للعالم. مم. عشان كده فكرة في سبتايتل. الترجمة طبعا مهمة جدا. عشان دي قضية عالمية صحيح. فلازم نصل للعالم. مم. فاحنا حتى اكتوبر، انا عايز اقول لك كان في من حوالي سنتين فيلم عن اسمه جولدا، عن جولدا مائير، اه. كان معروض في مهرجان برلين وانا كنت موجود طبعا. يمكن 3 سنين بالكتير. المقدم انتصار اكتوبر انه انتصار لاسرائيل صحيح. وعشان يعني تصدقيه الايام الاولى اعتبر مصر وسوريا يعني مبسوطين مم. وانتصروا بتاع، لكن هو بيقول الضربات الاخيره كانت عندنا احنا، اه. احنا اللي كسبنا مش مصر. هم قدموا اكتوبر من وجهه نظرهم. مم. احنا بقى اين هو الفيلم العالمي اللي مصر قدمته؟ مم. ما عملناش ده. حكى لي عمر الشريف انه انور السادات، انت عارف عمر لعب دور في اتفاقيه السلام وحاجات كده. أكيد. فانور السادات طلب منه، قال له عايزين نعمل فيلم عالمي والميزانيه مفتوحه عن اكتوبر. فهو قال لي اني تحمست كلامه ليا كده. ولكن دي عمر يعني. شاع قال لي طيب اذا الفيلم ده نجح هيبقى مين اللي نجح؟ انور السادات.
مم. مش انا، مم. مش كده؟ طب لو فشل يبقى مين اللي فشل؟ عمر عمر الشريف. صح، حسبته ف... كانت صح. فقال لي مش هيقدروا يقولوا السادات فشل يبقى انا اللي فشلت، اكيد ومش هيقدروا يقولوا ان عمر عمل فيلم عظيم طبعا هيبقى السادات عمل فيلم السادات اللي عظيم. عمل الفيلم. فقال لي لقيت نفسي بعدت خالص وما عملها لي. فما مم. اتعملش فيلم عن انتصار اكتوبر، مم. فيلم عالمي، عملنا افلام لكن مش عالميه، وهكذا. فاحنا مقصرين قوي مم. في حق انفسنا.